اسمعي كلامي، الوحدة اللي تحت الحوض هتبوش وتترمي. ما تسمعيش كلام حد وتعال انا اقولك. تعال. اولا الابتعاد عن الحوض بركبة هو ده الاختيار الموفق، لانه بيوفر مساحة مهمة ممكن استغلالها زي الوحدة مثلا. وطبعا لان الموضوع ثقافي بحت او نتيجة تجربة سيئة لحد، اصبح من الناس ان الرخام او الحوض الجرانيت المتعلق ده ممكن يقع ويتكسر في اي وقت، او الحوض يفك منه، او الوحدة تبوش من البخار والمية. والصراحة ان الكلام ده فيه منه جزء حقيقي، بس ده بيرجع لاختيارك للشركة او المعرض اللي بتتعامل معاه. وقلتلكوا قبل كده اختاروا المكان اللي ليه اسم وسمعة طيبة، لان ده هو افضل ضمان ليكوا. ولو الوحدة مخوفاك بلاش، ممكن يتعمل ارفف تحت الحوض ويكون شكلها حلو برضه، غير ان الرخام هيخرجك بره اللون الابيض الاعتيادي اللي مقرر علينا من قديم الزمان. حتى لو في الوان تانية مش هتكون في جمال الرخام الطبيعي اللي هيدي شكل وقيمة للحوض، غير انه بيوفر مساحة ممكن تستغلها. ولو المكان بتاع الحوض على سبيل المثال في ركنه او ضيق، الحوض العادي هيضيق المكان اكتر، انما الرخام هيتفصل مخصوص للمكان ده. تابعوني عشان لسه اللي جاي اكتر، ولو عايز نساعدك بعت لي رسالة وهتواصل معاك. وبعد كل ده هتفضل تقولك